هو احنا اعداء؟ في طار بايت بيننا وبينكم، بين الشعب والحكومه؟ ما هو اللي بيحصل ده مش طبيعي. المرعب في الموضوع مش ال3 جنيه اللي زادوا على البنزين، المرعب في الموضوع ان انت حاسس ان انت عايش في دولة فيها حكومة ما عندهاش فكر، ما بتخططش ل10 ايام قدام. يعني حضرتك جاي تغلي البنزين في اخر 10 ايام في رمضان، حضرتك ما عندكش مخزون استراتيجي يكفيك ال10 ايام دول عشان تيجي تحط وتنكد على المواطن في ظل الازمه اللي احنا فيها وفي ظل الظروف اللي احنا فيها وموسم رمضان والعيد واللي عنده عيال. ما عندكش مخزون استراتيجي يكفيك 10 ايام؟ هو انتوا ماشيين كده سبهلله؟ يعني مفيش تفكير، مفيش خطه مستقبليه. اتفاجئتوا، يعني الحكومه اتفاجئت زيها زي الشعب ان سعر البرميل بتاع البترول غلي فيلا نغلي على المواطن. حضرتك ما عندكش مخزون خالص، ما عندكش مخزون يكفيك 10 ايام، نكد على الشعب بعد العيد. يعني بعيدا عن التوقيت الخطأ، حضرتك حطيت صباعنا تحت ضرس التاجر والبياع. النهارده البياع بيكلمك بمنتهى البجاحه، مش عاجبك الحاجه النهارده هتيجي ترجعها بكره اغلى. انا نزلت اشتري طماطم وخيار، الطماطم وصلت 40 جنيه والخيار 35 و40 جنيه، مش عاجبك هتيجي تاخديه بكره اغلى. ده نكلم فيه مين؟ قولوا لي ده نكلم فيه مين؟